من بغداد جيت وقاصد الميسان، قاصد للمضيف الجامع الخوان، بني لام ونعمها يا بخت مزبان. من جنوب العراق من محافظة ميسان وقضاء علي الغربي، نحن اليوم في ضيافة إحدى القبائل العربية الطائية القحطانية النسب، قبيلة بني لام، وتحديدا في ضيافة ومضيف الشيخ سعدون إغلام علي عبد الكريم الجوي، أحد أهم شيوخ عشائر بني لام في هذه المحافظة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا ومرحبا. الله يخليك. أهلا بالعراقية. الله يبارك فيك. وأهلا بحضوركم، ومشكورين على تعبكم ومعاناتكم من السفر. واجبنا. مشكورين لحضوركم وتهيئة أمور العشائر وشرح وضعها لكل العالم. وهذا الموقف مو موقف سهل، العشائر الحقيقة كلها تعتز بهذا البرنامج. الله يبارك فيك. فأنتم مشكورين. وانت الحقيقة قلت الموضوع بس مزبان، هي الحقيقة العشائر هسه الموجودة مو بس مزبان. نعم منهم. كل بني لام. كفوا منهم. العبد العال والعبد الخان والعبد الشاه وبقية الحمائل كلها. نتشرف بهم. كلهم عمامنا موجودين وشيوخهم موجودين. أحسنت شيخنا. فاحنا نعتز بمجيئكم ونشكر الجماعة على حضورهم، بني لام اللي حضروا. عمامك هذا. وعمامنا هذول حضروا كلهم ومشكورين جدا على الموقف. واهلا وسهلا بكم. الله يخليكم عمي، احنا بخدمتكم. شيخنا، احنا اليوم بمحافظة ميسان او تحديدا في قضاء علي الغربي. نعم. هاي الديرة، هاي المنطقة يسمونها ديرة بني لام. بالضبط. ليش؟ لانه سكنوها بني لام. نعم. فهسه احنا قبل ما سكنون بني لام بهاي الديرة وبهاي المحافظة، سولف لنا عن تاريخ بني لام ودخولهم الى العراق وتحديدا في هذه المحافظة. طبعا بني لام قبيلة طائية قحطانية، أساسا تسكن باليمن. نعم. فبعد انهيار سد مأرب اضطرت إلى الانتقال. جد واحد من أجدادنا، هم توزعت على كل المناطق العربية، لكن جدنا اللي هو براك اللي نزل للعراق، براك اتجه إلى حائل. يعني قبل لا يدخل للعراق صار مسيرة على هالطريق. أحسن. من اليمن إلى حائل، بقى فترة ما راق للظرف ولا قدر يتعايش ويا المنطقة، فتوجه إلى جنوب العراق. نعم. ودخل عن طريق البصرة، وقسم يقولون عن طريق الناصرية، الأقوال يعني ما مثبتة 100%، بس نزل بمنطقة اللي هي الفكة، اللي هي مع الحدود الموجودة، اللي هي على الحدود العراقية الإيرانية. نعم. سكن هناك وصار عنده ابنه حافظ. كانت هناك دولة الموالي والمشعشعين اللي خارج العراق، اللي هي بإيران، مو تابعة للعراق. زين. بس هي فارضة نفوذها على المنطقة كلها. فكانت العشائر وقسم من بني لام الساكنين قبل براك اللي كانوا موجودين هنا، من ضمنهم عشائر شعب وعشائر تنانة وبقية العشائر الأخرى الموجودة بالمنطقة. كان يأخذ من يمهم الدولة الموالي والمشعشعين كودة، يعني ما معناه ضريبة ياخذ. في أيام الربيع يطلع عليهم. براك ابنه
اللي هو بعد من توفى براك صار حافظ ابنه. حافظ شاف هذا الموضوع مو سهل، أن تجي دولة أجنبية وتاخذ من العرب ضريبة وهم ما لهم علاقة بالموضوع، لا عندهم اتصال ولا بديرتهم. فاجتمع بالعشائر الموجودة كلها، من ضمنهم عمامة ومن ضمنهم هاي بقية العشائر اللي ذكرناها. قالوا يابا شو احنا ناس عرب، هذول ناس فرس، هم الإيران احنا العراق، شي على اساس ندفع لهم ضريبة؟ العرب كانوا بين مقتنعين بين ما مقتنعين، قالوا له هذول دولة وقوة واحنا ناس عشائر وخاف يضررونا وخاف كذا، لأن هم صاير عندهم حالة اعتيادية متعودين من مسافة طويلة. شعب العراق والعلم ماذيه، نأيد اللي لما يشيله بقلبه يشيله ويخليه، نأيد اللي يحضنه بقلبه ويخليه، كاف من الذيابة تقوم تنهش بيه، كاف من الذيابة، كاف من الذيابة تقوم تنهش بيه، نريد الحد نشامك وانت توقف بيه. نعم. نريد الحد نشامك وانت توقف بيه. الحد لو قصر فزع من ذولا، 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 الحد لو قصر فزع من ذولا. زين شيخنا ليش تحديدا بوقت الربيع يعني مثل هو الموسم اللي ياخذون به الكوده او الضريبه اللي مفهومنا الحالي. زين. فقال لهم انتم تجتمعون يمي واحنا نودع عليهم، ان رادوا قتالنا احنا ندفع، واللي ما رادوا قتالنا بلكي يفاوضونا يسووها نص يسووها ربع او ما ياخذون من يمنا. فقالوا له والله هذا خوش راي. اجتمعت القبائل يمه بموسم الربيع. زين. ذولاك ما جهزوا عليهم جيش وانما ودوا لهم ناس تفاوضوا وياهم. فمثلا كان المبلغ كراس غنم مثلا يدفعون عليه دينار صار نص دينار. قلت الامور. زين. شافوا المجال اوسع. السنه المقبله قالوا له احنا بعد نقاتل ما ندفع ولا فلس وياك، انت تامر واحنا ننفذ. صار لهم دافع. ففعلا بالسنه الثانيه ودوا عليهم يابا نص يابا ربع يابا خمس يابا ايش تعطونا نعم الله، قالوا ابد ما ندفع. عندكم استعداد للقتال؟ احنا حاضرين. الامور الحقيقه ما راقت للمشعشعين. وناس هو بنفس الوقت مثل ما تفضلت انه اخذ دور رغم انه داخل جديد على المنطقه. بالضبط. زين. بالضبط. فسووا جندوا حمله قويه جدا، وبما فيها يقولون المهمه المؤرخين اللي يقول بها معرقلات خيل كثيره، يعني يشمرون حديد امام الخيل لان يدرون بني لام ناس اهل خيول. اي خيولهم العصائل هم يستعملوها. فهو سوى يقولون انسحب من الفكه واجى الى ان وصل يقولون الشرق على الغربي، يعني تقريبا هاي المنطقه ساكنين بها احنا حاليا. فسوى عبر الشط. المشعشعين المولى ما استفادوا من هذا النصر، لا قالوا احنا لازم نعبر وراهم. وصلتهم المعلومه يابا باكر يعبرون، بالليل بني لام اجتمعوا وقالوا الكل عليهم قتال. يعني حتى عمره 70 سنه اذا عنده استعداد يتحمل سلاح هم يجي يقاتل، والشاب من عمره 10 سنين 12 سنه بعد هاي اما الحياه وما مره دام مثل ما يقال. فسووا استلبوا الشط النهر نهر دجله، هذول يعبرون بالمي وهذولاك واقفين على الحافه، يا اللي يطلع يضربوه بحيث انهوهم نهايه كامله. انتصروا انتصار فظيع. زين. فمن انتصروا المولى والحمايه مالته والحاشيه كوادرهم مخيماتهم بقت على هالجانب، عبروا عليه وتصور راح يقتلونه. قالوا له لا احنا ناس عرب والاسير عندنا يجب ان يحترم. احنا راح يعني هم اسروا الشيخ مالهم. بالضبط المولى نفسه. اي. فقال لهم احنا راح ناخذك نحملك انت وحاشيتك ومخيمك وهذه بكل امان وبسلام، بس نوصلك للفكه. بعد من الفكه الايراني وغاد حدودك، من الفكه وجاي للعراق بعد ما لك حق تدخل به. هو رضى بعد، هو منتهي. حملوه فعلا وفعلا اثبتت الحدود من ذلك الوقت لحد هذا التاريخ. الفكه من صارت هي الحد الرئيسي بين العراق وبين ايران. هسه الفكه وجاي للعراق، تفكه وغاد الايران. وشيخ محمد الشيخ ابو محمد شايع السكر
منطقته الفكه. ساكن. يعني هو ساكن هناك، ارضه وابوه وجده وجد جده واهله كلهم هو هناك بقره يعني هناك. والنعم. ولا يزال يزرع، وهذه بالمنطقه نفسها. زين، هسه عمامك سولفت انه هذا تاريخ اللي كان حاضره حافظ البراك. اي نعم. واحتوى الوادم اللي موجوده من عشاير وحمايل بجنوب العراق. بالضبط. وانتصر بهاي المعركه وسكن هاي الديره. صحيح. زين، هسه اهم بيوتات او تفرعات بني لام بالعراق. بني لام طبعا تفرعاتهم واسعه، يعني هم اكثر من 65 او 70 عشيره. زين. امتداداتهم من الشيب وتنتهي بغزانية فوق من زرباطية وبدرة وجصان فكل هاي المنطقة هي منطقة بني لام، كلهم هذا ما سكنت يخص بني لام. الجنوب. بالجنوب. زين. امتداداتهم نعم. بالدول العربية عندنا 3 قبائل كبار طبعا، وأحد المرات سووا مؤتمر بقناة العرب، مؤتمر لبني لام، هم الكثير والفضول والمغيرة. هذول عمامك. هذول عمامنا بني لام، وحتى لك المؤتمر باسم بني لام كان، وانا حتى اتصلت بهم شخصيا لان طلعوا بالارشيف ارقام الموبايلات اللي يريد يتصل، وحتى سلمت عليهم وسلمت على بعض منهم شخصياتهم من شيوخهم ومن رؤسائهم. زين. فهذول كلهم بالجنوب بالجزيره العربيه لا زالين موجودين. اما بيت عروج عمامنا وهم رؤساء بني لام بذيك المناطق. بالخليج؟ لا، هذول بالاردن. وبالسوريا. بلاد الشام. بلاد الشام. هذول هناك موجودين بيوتهم وسكنهم. هذا بالنسبه لامتدادات بني لام بهالمناطق. زين. بالنسبه للعراق عندنا مجموعه من بني لام بالناصريه، وعندنا طبعا الكوت هوايه مو قليل ضمن امتدادنا، وعندنا مجموعه بالنجف اللي هم آل سميسم، هذول هم بني لام من الخميس. اي، وعندنا مجاميع صغار بالديوانيه وبالحله، وذاك اليوم جوني مجموعه بالحله هم ساكنين، وعندنا مجموعه باليوسفيه. يعني اذا انتم هم عمامنا يعني اخوتكم. اي، اخوتنا اللي دم ولحم، ومتواصلين وياهم. ومتواصلين وياهم ويجونا بالمناسبات ونروح لهم عمامك. وهم عمامنا ونصيري يعني من بني لام الخاصين. تسلم. واعتقد هم يرجعون للبيت عبد العالي حسب ما عندي معلومه. يمكن شيخنا احنا راح نكمل هذا الموضوع وياك احبه المشاهدين، لكن ناخذ فاصل ونرجع لكم. ود الخايفة الذولا ويحميها يا عرقال الزلم طايح برجليها، هذولا للحج رباط مو ذولا اللي بتاليها. يصل يدور يا راعي الزود يلي بالحج فنان، عظم هدهد كلف ملقاك يا معلى على الجروان، يدور من تسير تخيف وانت هيبه للديوان. من رخصتك بريال اهل همه بني لام وما عليهم باس، اهل ماء وكلافه وبخت ما ينجاس، تسأل عن رجوله مصلصله من الساس. اهل الغيره يتنشدون، 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 اهل الغيره يتنشدون. احبتي متواصلين وياكم ورجعنا لكم، وبعد ما سولف الشيخ سعدون غلام علي راح ننتقل الى ابو عباس حسين اليعقوب. حسين اليعقوب، احد وجهاء والشيوخ بني لام. حياك الله ابو عباس. اهلا ومرحبا. ابو عباس، سولف شيخ سعدون ابو علي نعم عن عمامك بني لام وتاريخهم ذاك الوقت لحد ما وصل للعراق. شو تريد تضيف على ما قال الشيخ؟ والله انا اضيف عليه من حافظ التفرعات وجاي، لان هو اوفى باللي المطلوب. زين. يعني من نزوحهم وهذه، وهي هاي الحقيقه الحكايه هاي. خوش. ولكن من يعني التفرع هذا هو طبعا يطلب الوقت الكثير، لان تفرعه. ثانيا ابو علي مشكور لان دعوته اختصرها، لان لو يريد يدعي كل عمامه بني لام، والان هذا وقت حصاد ووقت اعمال وطريق بعيد، فهو استثناهم، لان مو هذا الوجود هو هسه ترى مال قبيله بني لام.
الله يزيد وهي حقيقة تمام انتم بالإعلام القاعدين صحيح ولا؟ بس هو يعني اقتصرها على القريبين. لا واحنا بنفس الوقت هم حرجناه. لا ده اسمح لي خل اقول لك، الى قبيله بيلام هو اللي هذا الوجود، فهي قبيله كبيره، فحافظ خلف نصيري ونصار. زين. فنصار هم هسه هذول الاربعه اللي من جصان والمندلي، يعني اخوه هسه الان ولا واحد اعتقد حاضر منهم. سولف لنا عليهم. اي هم الرحمه والخميس والحمد والظاهر. زين. فهم عندهم هم زعماء وعندهم فرسان ولهم ايام ولهم مواقف، ولكن احنا بنخوض بهم هم هواي. هذول ياهم. هم الحمد منهم عبد الحسن اليوسف الحبيب، هو هم كان نائب احد نواب بالإيلام. ويوسف الحبيب ابوه هو من فرسان بالإيلام منقتل في معركه. زين. وعمه بوري الحبيب هم اللي ذكره يقول يا ذيب ظل بيوعتك لما يجي بوري الحبيب، الذيب خلف له بغلوثه اللي يعضه ما يطيب. يعني احنا بنريد نخوض كلهم ونعطيهم معلوماتهم، هو ياخذ من كم وقت. هذول اللي سولفت عليهم النصار. هذول النصار نعم. هسه سولف لعن النصير. النصيري خلف بس فرج خلف الخمسه، خلف عبد الخان أي. اكبر اولاده، وطعان وبلاسم جنه وعبد الشاه ومعله. زين. فبلاسم خلف الاربعه، خلف سيد البلاسم هو كبيرهم، وهيبه ويود الله وحريم. سيد خلف اثنين، خلف مذكور السيد أي. الكبير، وخلف حمايل اللي هو الملقب تركي. زين. مذكور الاول خلف اربعه، مشعل وعبد العال، اخو عبد العال هالموجودين اولاده هنا، الشيخ غضبان حنين وعبد المحترم وستار اللطيف والنعم من عند. ايه. فعبد العال طبعا هو حمل ثقيل، وبعدين تعاقبوهم اولاده فهد وقمندار وصقر. هو اول ترى قبل ما يعني حقيقه اول ما شاخ صقر العبد علي من يمهم، وبعدين فهد وقمندار وبريشه هم حدودهم موجوده، واكو هم قصص كثيره بس الوقت ما يستوعب يعني احنا هاي. احنا لام بالتاريخ معروفين. كفو. انطينا صدورنا للدان بوقائع ثورة العشرين. والنعم. احنا اجدادنا تاريخهم معروف، تشهد للعمارة ودجله الصوبة. دوم احنا نظل صقور ما اثر علينا البيت. دوم احنا نظل صقور ما اثر علينا البيت. قبل الهلهولي احنا اللي طبينا الملعب. قبل الهلهولي احنا 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 طبينا الملعب. قبل الهلهولي. قبيلة بني لام من القبائل العربية الأصيلة العريقة، والتي تعد من كبريات القبائل العراقية، بل هي من كبريات القبائل الطائية القحطانية. نخوتهم العامة إخوة سعدة، وتنتشر مساكنهم اليوم في محافظة ميسان وعموم المحافظات الجنوبية والوسطى، ومنهم كثرة في بغداد. وسبب تسميتهم ببني لام نسبة إلى جدهم الأعلى لام ابن عمرو ابن طريف ابن عمرو ابن تمامة ابن مالك ابن جدعاء ابن ذهل ابن رومان ابن جندب ابن خارجة ابن سعد ابن فطرة ابن طي الكهلاني القحطاني، وهم من العرب العاربة. وقد وثق المؤرخون أحداثهم بعد نزوح جدهم براك ابن مفرج ابن سلطان وولده حافظ من جبل عامل في لبنان، بعد نزوحهم من اليمن إلى هذا المقر، واستقرارهم
في الجنوب العراقي، حيث أصبح حافظ فيما بعد حاكما على منطقة الجزيرة الواقعة شمال الإمارة، أي إمارة الموالي، والمحدودة بجبال بشتقوه شمالا، ونهر الكرخة شرقا، ونهر دجلة غربا، وبالأهوار الفاصلة بين محافظة ميسان والحويزة جنوبا. وفي السنوات الأولى لحكمه استمالت إليه عشائر كعب وكنانة وخزرج والصقور والبرواية والصرخة، فشكل قوة ضاربة للغزو وصد الهجمات. أعقب حافظ ابن براك ولدين هم نصيري ونصار، وبعد وفاته تولى ولده الأكبر نصيري الإمارة، وقام بنقل مقره إلى منطقة الشباب، وأعقب ولدا واحدا فيما بعد اسمه فرج. وعقب فرج هذا أبناء 5، وهم كل من عبد الشاه وعبد الخان وبلاسم ومعلى وطعان. ومن هؤلاء الأخوة ظهرت تفرعات وعشائر قبيلة بني لام الطائية، ومن أبرز رؤسائهم في التاريخ الحديث المرحوم الشيخ غضبان البنية، وهو من أعلام عشائر الجنوب العراقي، وأيضا من أعلام عشائر العراق المشهود لهم، والتي يتحدث التاريخ السياسي والجهادي والنضالي عن حياتهم. يذكر أن أهم رئاسات قبيلة بني لام هم بيت غضبان البنية وبيت قمندار وبيت جوي. ومن أبرز هذه التفرعات أولا ذرية مذكور الأول، وهم بيت فالح، بيت جوي، بيت شبيب، بيت علي خان، بيت جنديل، بيت شفلح، بيت درويش، بيت سدخان، بيت عبد السيد، بيت بلاسم، بيت شميل، وبيت عبد العال، وبيت ونيس، وأيضا بيت ماجد الجنديل، وبيت داخل. ثانيا ذراري النصيري، وهم بيت يود الله، بيت عبد شاه، والخميس، والظاهر، والحمد، والطعان، والمعلى، والعبد خان، والحويفض، والبحافظ، وبيت حريب، وبيت هيبة، وبيت شريجي. وهناك حقيقة فروع أخرى ظهرت من صلب حافظ بن براك، وهي عشائر كبيرة حاليا معروفة على مستوى العراق، وهم بيت صقر، وبيت ديوان، وبيت نجم، والرحمة. ومن ضراري فضل ابن لام ظهرت عشائر كبيرة لها ثقل على الساحة العراقية اليوم، وهم عشيرة الخرسان، والمتارفة، وعشيرة الرويشد، وعشيرة المغير، بطون المغيرة، وآل كثير، والمساعرة، وغيرهم. هذا فيما يخص عشيرة بني لام وعشيرة بيت جنديل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو كل من تجيب امك واخوك يصير، ولا كل من ملك الاجناح قام يطير. يوسف هم إلى خوان، بس ذباب بسط البير. هاد مكانه اترك درب الغرور، وظل طرد ورا ستايا، ولا تصعد 7 بايات، اصعد بايه من بايه. اترك درب الغرور، وظل طرد ورا ستايا، ولا تشبخ 7 بايات، اصعد بايه من بايه. ولا وقتك ترى وياك حط للبخت الشاي. وين اهل الغرور وين تاليها؟ لا تخفض خل مدادر يا خادم. حشا من يسمع والصعده 7 بايات ردت خدم تاليها. هاي اهل العراق وهاي اهاليها. عم هاي ارجوك صور هاي رساله ترى تاخذ العالم. هاي اهل العراق وهاي اهاليها. هاي بللام اهل سيف واهل دله واهل دين واهل اخلاق ماضيها. هاي اهل الجنوب اشكال هي تشهد عليها. ثناياها وسيعه للي يمر بيها، ولو صارت مراجل ينقطع بيها. من غضبان لسه التاريخ ظل يحكي على اهاليها. من غضبان من يوم غضبان من غلام من غضبان التاريخ ظل يحكي لاهاليه. هي مسجل سولف تاريخي، 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 مسجل سولف. أحبتي متواصلين وياكم، ورجعنا لكم وراح ننتقل إلى الشيخ شياع السكر أبو محمد
احد شيوخ عشائر بني لام ونقول لك الله بالخير يا شيخ. الله بالخير ابو عمار، واهلا وسهلا بك وبهذه الزياره الكريمه. الله يخليك شيخنا. ايه انت تقول انا حسب ما سولف لي الشيخ انه انت ما تريد تسولف عن بني لام. لا تريد تسولف على موضوع يخص كل اهالي الجنوب. ايه فيخص الزراعه، شنو اللي تريد تقوله؟ عندنا موضوع الاسعار زين. مال الحبوب. احنا تعرف الكراب غالي، الحصاد طرقاعه وطاحت. زين انت بالفتره الاخيره اثرت على الزراعه؟ هو حلكتنا المرضيه الحصيده حصده واللي راح كل شيء ما فاب استفاد الفلاح. هسه انتم اللي تطالبونه شنو هو؟ نطالب من الحكومه ان تدعم الفلاح بالبذور وبالاسعار. الاسعار احنا العام ب 800 طن الحنطه والشعير ب 750. المفروض وهسه بسويته ب 650 وبسويته ب 550 و450 يسمونها الشرجيه. المفروض الحكومه اذا عندها اسعار بدايه الموسم السعر هاي المحاصيل حتى الفلاح يعرف. لو عنده قابليه يشتغل، لو عنده قابليه ما يشتغل. انت تخليه يحصد وتكسره ما يجوز. انه الحكومه تنتبه للموضوع هذا وتقضي السنه الموسم ويا الفلاحين لانه خسرانين هواي. تخلي على الاسعار القديمه وسنه الاخرى بدايه الموسم انه السعر حتى الفلاح يعجبه يزرع اهلا وسهلا، ما يعجبه الله ذاك. احسنت، احنا ممنونين منك ابو محمد، وان شاء الله وزاره الزراعه راح تسمع هذا اللي تفضلت به، وان شاء الله تنظر بحال الفلاح وهاي المحافظه وجنوب العراق وان تراعي ظروف الفلاح. لا حي والله متضررين السنه حيل ان شاء الله، والله متضررين. ان شاء الله يسمعون صوتك وممنونين. مشكورين ونسال الله ان يوفقهم ويستر العراق وكافه العراقيين. ممنونين، شكرا لك يا ابو محمد. مجنون. بارك الله فيك. مو كل من يبس العقال هو من الزلم ينعد. مو كل من لبس العقال هو من الزلم ينعد، ولكن من يكض سلاح شد رجله وثنى على الحد. ولكن من يكض السلاح شد رجله وثنى على الحد، الفخر لنا يطب الضج لو صار الحكي والرد. خصايل بالرجال هواي، خصايل بالرجال هواي تعجز من تعد بيهم طشر الخوان، بيهم من يلم بيهم لو لفاه الضيف مثل ابو عليوي تتبشر سنونه يظل يحييهم. حشا من يسمعوا بيهم مثل وجه البوم تلقيهم، وبيهم بالفراضه ينقطع بيهم مثل ابو جاسم، وبيهم بالفراضه ينقطع بيهم. الزلم كلها زلم بس تفترج بالراي، بيهم بالعبايه يعذب اللي جاي، وبيهم مثل ابو جبار بالفراضه يونس البداي. اسمع شلون اتحزم بين ما يحضر للكلفه، 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 شلون اتحزم بين ما يحضر للكلفه. احبتي متواصلين وياكم، وبعد ما سمعنا وسولفنا هاي الوجهاء والشيوخ بني لام راح ننتقل الى السيد حسن الأعرجي مدير شؤون العشائر في محافظة ميسان، ونقول لك الله بالخير سيدي. الله بالخير واهلا وسهلا بكم كادر العراقية الشريف الذي ينقل صوت عشائرنا بأمانة. شكرا لكم. سيدنا، احنا بما انه احنا نعرف حضرتك انه انت عقيد حقوقي في مديرية شؤون العشائر، لكن اليوم انه السيد حسن الأعرجي هو سيد ابن رسول الله، وريد نسولف وياك بهذا الموضوع. انتم دوركم كمديرية شؤون العشائر بهاي المحافظة، شنو اللي قدمتوه للعشائر؟ شكرا. مديرية شؤون عشائر محافظة ميسان التابعة إلى وزارة الداخلية إلى القوى الساندة لعبت دور فعال في استتباب الأمن في المحافظة. مديرية شؤون عشائر ميسان متواصلة في حسم القضايا العشائرية المستعصية الذي خلقها النظام السابق لأكثر من 20 أو 25 سنة بهذه الوجوه الخيرة والحكماء الذين حسمت أكثر من قضية عشائرية مستعصية كانت
مساعدة الشيوخ العشائر. الشيوخ العشائر الغرض منها استتباب الامن في المحافظه. زين، الشيوخ العشائر يعني متفاعله وياكم، علاقتكم طيبه وياهم؟ علاقتنا بشيوخ العشائر علاقه متينه، علاقه اخ لاخيه وعلاقه ابن لوالده. اكثر الاحيان شيوخنا وعشائرنا نتعامل وياهم كاباء ونتعامل وياهم كاخوان، فمشكورين لهم في اي وقت وفي اي ساعه يمكن ندعيهم شيوخنا العشائر. الغرض من دعوتهم انه هو المحافظه على الامن في المحافظه. زين، تصير مشاكل بين العشائر، انتم هم لكم دور في هاي حل النزاعات؟ ان دور فعال. قبل ايام كانت زياره ميدانيه للسيد اللواء مارد عبد الحسن الحسون مدير عام شؤون عشائر العراق من محافظه الكوت ومحافظة ميسان ومحافظة البصرة. الغرض منها هي التواصل الاجتماعي بين العشائر في المحافظات الجنوبية وتوعيتهم وتوصية خاصة من السيد اللواء لغرض استتباب الأمن في المحافظة الجنوبية وعدم دخول الإرهاب في المناطق الجنوبية. علاقته مع العشائر متواصل وياهم؟ علاقة اللواء مارد علاقة جيدة مع العشائر العراقية بصورة عامة، ولا توجد له تفرقة بين عشائر جنوبية وعشائر الفرات، والكل سواسية عندهم متوازي. تحياتنا للواء مارد عبد الحسن وتحياتنا إلى مديرية شؤون العشائر اللي دورها في حفظ الأمن وعلاقتها الطيبة مع العشائر العراقية وحل نزاعاتهم ومشاركاتهم في حفظ الأمن. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم من مضيف الشيخ سعدون غلام علي رئيس قبيلة بني لام في محافظة ميسان، ومن خلال برنامج أهازيج وعبر القناة العراقية الفضائية بالشكر والتقدير والتثمين لقناة العراقية العزيزة على قلوبنا وقلوب العراقيين وكادرها الكفؤ بالعمل والنزيه والصادق بالقول والكلمة، وإلى الأخ الفاضل مقدم البرنامج عدنان الكعبي، فشكرا لك. شكرا لك، وهديتنا لكم واصلة إن شاء الله، وشكرا لكم قناتكم العراقية. شكرا لك. أحبتي المشاهدين، راح ننتقل إلى شاعر ينتمي إلى هذه القبيلة، إنه الشاعر أحمد الذهبي أو الشاعر أحمد اللامي. حياك الله أستاذ أحمد ومساك الله بالخير. 100 هلا بكم قد ما مشيتوا. أحمد، خلينا نسميك مثل ما هاي بها أخوة. الشيخ قبل ما نبدأ تصوير قال أحمد الذهبي أو أحمدنا ابننا اكو قصيده تخص الجنوب او تخص العماره، شو تقول هاي القصيده؟ اي نعم بالتاكيد. الشيخ ابو علي دائما ياكد علي، يقول لي سولف هاي القصه، قصه هاي القصيده. أي. هي بيها قصه. احنا كنا مسافرين لاحد الدول مجموعه شعراء، فاحد الشعراء الكبار شاف هندامي وملابسي فقال ايش دعوه احمد انت هيك يعني مرتب، انت كله من العماره يعني. فاني استذكرت مواقف العمارة، مواقف عشيرتي، تناولت الرمز الوطني الكبير غضبان البنية في قصيدتي. ردت أقول له أنه أنا ابن العمارة، ابن قبيلة بني لام، ابن كل عشائر العراق الطيبة اللي بيها أصالة الأرض العراقية. فقلت له أنا ابن البخت والنعم والسلف والديوان، كف، وأنا ابن المضيف الما طفت ناره،
أنا ابن العقال الماركس ونهان، دنيا عقال أبوي تلوذ بكتارة. أنا ولايتي تسوالها ولايات، مدفون بحضنها إمام بإشارة، وأنا أسمر صدق بس قلبه طيب ذات، شطيب من قلب راضعته العمارة. الله. وين اللي عبر عالذلة وقت الضيج، وين اللي نصب على الموت معبارة، أنا الهجام مني. الله. تعرف الهجام؟ كفو. غضبان اللعب عروس مقوارة. عافية. طفلنا على الهلا يتعلم من يصير، عزوبية يتعلم بأول صيارة، خاطر لو كبر وببابه يلف الضيف، فوق فراش قلبه ينام خطارة. نعم. وبعد عندنا المواقف صايرات هواي، أسولف لك على اليمن ياه تختاره، على الجار احترق وبروحه طف البيت، الله. لو على السلم ابنه وضم ابن جاره. الله الله. ابن ولايتي صندوق مال اسرار، اذا روحه طلعت ما تطلع اسراره. الله. احجاره الما تعجبك لا تقلها بهاي، تجرحك لو تجي مرات الحجاره. اللي بذاك الطرف لو عزب داره يصير، اللي بهذا الطرف ينصب عزب داره. عافية. ونعم شيابنا لو كبروا ويحنبون، السيوف انحنت بس هي بتاره، نعم. بوجوه النثاين فتح باب العوز، بس ثوب الشرف ما فتحن زراره. الله. انا الجارات من عايلتي محسوبات، نعم. واخويا تصيح لي من تنتخذ جاره، كفو. امد شف بكرم كل ما يمرني العوز، شنه العوزه طخله ويعلى مقداره. الله. علمت الجرح صبر البدو على الثار، ما اريد الجرح يستعجل بثاره، اللي ينكر واقعه بذله ومهانه يعيش، مثل اللي ينكتل ويضيع فياره، مثل اللي ينكتل ويضيع فياره. كفو. كفو منك ابو عمار، الله يخليك ويسلمك. يا احمد، وبارك الله بيك، وتحياتنا الى اهلنا وجنوب العراق، الى لواء العماره. الله يخليك. فاحنا طماعين ان نسمع اكثر منك. والله تسمع ابو عمار وبخدمتك، انت اخ عزيز وجيته غالي علينا. انا اليوم احكي باسم كل عمامي واقول لك عين غطا وعين فراش. هم عمامي ان شاء الله عمامي. الله يخليك. ان شاء الله يا ابو عمار. سمع كل العراق. اي. زعل خوان نزعل وانت راضى ردود، ان شاء الله. طبع الخوه ماي اللي يعطش يرد له، راضعنا الوطن مو بيدك انت تروح، هي الخوه قابل ثوب وتبدله. وافرض بدلتني شلون جاو الدين، مو وقت الصلاه ما عندنا بس قبله، عتب خوان نعتب والعتب مسموح، والزين العتب من ينحكي قبله، كاف الخشبه عندنا تصير بس تابوت، وباقي الدول صبوره لو رحله، كاف بلا شباب يشب شباب الشاب، والشاب الشباب بعينه ما يحلى، كاف بلا يكحل عيون الحديثات، عرفن بس دمع ما عرفن الكحله، ليش بلا سبب نتكاتل انا وياك، تقتلني واقتلك شنو اللي نحصله، قدام الغرب شايل علي سلاح، عيب العيب خويا وفشله الفشله، اقتلني بشرط سد لي الفضائيات، واضمن لي الخبر ما واحد يوصله، وخل زعلك فرات ايش ما يريد يطول، يم قرمة علي ويتراضى ويد دجله، يم قرمة علي ويتراضى ويد دجله. تسلم يا احمد، انت سالم. بارك الله فيك، وان شاء الله العراق واحد وقلب واحد وايد ان شاء الله. هو زعل العراق كذاب ابو عمار. الله يخليك ان شاء الله. الله يخليك، احنا ممنونين منك. انا ممنون. بارك الله فيك. مليون شكرا هلا لك. احبتي متواصلين وياكم وراح ناخذ فاصل ونرجع لكم. تاريخ الهذانة السعدون وخوته وعمامه، تاريخ الهذول بيهم كفايه، واهلهم بالمراجل دقوا الثايه، اهلهم بالمراجل دقوا الثايه، ذولا تنتخيهم بيهم كفايه، هذولا من تنتخيهم بيهم اهل حد من يطلب، اهل حد من يطلب، ذولا يعنزون هيل 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 حد من يطلب. احبتي متواصلين وياكم وراح ننتقل انتقاله اخرى الى الشيخ سعدون غلام علي،
ويسولف لنا عن شخصية غضبان البنية. حياك الله شيخ. أهلا ومرحبا بك. غضبان شيخ قائد حصل على اللقب الهجام. غضبان لم يتردد في ضرب أي معتدي كان يعتدي على أي على كل عشائر بني لام أو على المنطقة اللي هو تحت تصلف الجنوب كله، وما خضع لأي استعمار حقيقة. يعني كان محارب قوي وصاحب إرادة وما يتنازل من حقوقه أبدا. يعني كان ينصر الضعيف وينصر الضعيف إذا احتاجه حقيقة. هذا غضبان حارب الدولة العثمانية واللي هم الأتراك اللي سيطروا على العراق فترة طويلة من الزمن. وأحد المستشرقين قال 36 حملة وجهوا للبني لام في سبيل السيطرة عليهم، لكن ما قدروا يسيطرون عليه بسبب وجود شخصية غضبان. بسبب وجود، طبعا كانت بني لام بقيادة غضبان في وقته، طبعا عمامه وياه رؤساء، كل مجموعة عليها رئيس، يعني مو بني لام هم هيك نظامهم. لأن بني لام اللي هو مو شيخ يرجع الجدة والجدة، وإذا ماكو يرجع إلى حافظ إلى براك هو شيخ أكيد. فيحس بنفسه هو شيخ يعني. بس هم في وقت الشدة كلهم يكونون في موقف موحد، يعني حقيقة هاي متعارف عليه. سؤالي انه غضبان البنية اسم والده بنية اسم، يعني اسم علم لو نعم. اسم شنو هو يعني؟ هو بنية اسم علم. نعم يعني اسم علم. زين. ايه. غضبان تالي حارب الانجليز حرب مو طبيعية طبعا، يعني حتى حرب اقتصادية حاربهم، بحيث منع الناس ان يبيعوا لهم الحلال حتى تقطع عنهم المؤونات. يعني اكو ناس كانت تبيع حلال؟ اي طبعا كان هم يعطون مغريات ويعطون اسعار عاليه، وهذا في سبيل يشترون حلال ويشترون هذه يقوتون بها انفسهم. زين. وهو حتى منح هذا الموضوع. بعدين طلبوا من يمه ان يكون رئيس للعراق ورفض ان يتعاون وياهم يكون رئيس للعراق. هاي حقيقه تاريخيه. اضطروا بعدين عن طريق الشيخ خزعل ان يبعدوه للمحمره ومن هناك العبدان ومن هناك يودوه على اساس للهند. لكن شيوخ بني لام الموجودين كان شيخ جوي موجود وشيخ شبيب وشيخ فهد وشيوخ بيت جنديل وكل شيوخ بني لام هاجموا الصرفيه في وقتها ووقفوا موقف موحد، وقالوا لهم اما يرجع غضبان واما نساوي العماره مساواه بما فيها الجيش الانجليزي. يعني تهديد. فقالوا لهم احنا ما نقدر اكثر من اسبوع نعطيكم مجال. قال لا نريد خلال يومين. قال عمي ما نلحق يومين، منين نخابر لما نحصل لما ما. وفعلا رجعوه خلال اسبوع، بينما هو ماشي بيه الباخره لما رجع حكى لهم قالوا الباخره توجهت للهند وحوالي 3 ايام احنا نمشي بالطريق. وردوا ورجعوه، بس هم من رجعوه ما ارتاحوا لوضعه، حجزوه بالكاظم بقى حوالي 6 اشهر ببغداد بالكاظميه حصرا يعني. بعدين هم يقال ضاربيه ابره مسممين. ايش قد بقى على اثرها؟ ما بقى هو هاي ورا، ما رجع حسب ما انا ما سمعت من شيابنا اللي نقلوا لنا الاخبار. كانوا ما تاخروا هواي، يمكن اقل من سنه هيك وتالي توفى، وحتى يقولون صار بعقله يعني. من اثر هاي. اكو من احفاد غضبان موجودين؟ موجودين هسه حتى بالجلوس موجود ابن مجيد الكريم الغضبان موجودين، واحنا كلنا احفاده يعني حقيقه. انتم يربطكم مزبان؟ جدنا واحد يعني احنا كل الموجودين، يعني ما يرتبط وين مزبان يرتبط وين مذكور، مو مذكور الاول مذكور الثاني ويجي يعني نرتبط في جد واحد. بارك الله فيك. تسلسل بيناتنا ان شاء الله. جد الجامع هو حافظ البراك كله يعني. ايه فكل احنا مرتبطين بجد واحد بالحقيقه يعني، ما بيناتنا فرق. تسلم. ولا بيناتنا بعد بالامور. شيخنا كلمه اخيره تريد تقولها؟ تفضل. انت ايش تريد تقول؟ اقولها ادعي للعراق بالخير والموفقيه، ونتمنى من القياده السياسيه توحيد رايهم وجمع كلمتهم والتفاتتهم على هالشعب التعبان، وضروره اسراع تشكيل الحكومه، وان ينسون ذاتهم. يعني اللي اقوله على كل الموجودين، مو مهم المنصب، المفروض يخلون المهم خدمه الشعب العراقي بالاساس. وعمامك لو عفتهم ما تمد يمناك. خل بختك سفينه تشيل بيها اعضاك.
البخت سدت اسكندر كونك تباري، تحفظ كل عمامك وتوتهم ببختك من تدحك انهدم وش يبني. البخت ما ينشرى وينباع لو يطون ملك الري، وما نحكم بطل على الناس لو حرمونا شرب المي. البخت ثابت بهاي الناس ما يندار مثل الفي، وبختك روف عليه انت من تريد ام العز، بختك روف عليه انت من تريد ام العز، بختك روف عليه انت من تريد ام العز، بختك روف عليه. عمامك لو شفتهم رادوا يشحون صير لهم جسر خلهم يعبرون، ووسع لهم ببالك هم يلتمون. احبت انتهى وقت البرنامج، تقبلوا تحياتي انا في الاعداد والتقديم عدنان الكعبي، وتحيات كادر التصوير عاصي طارق وحيدر رحيم المالك والمخرج وديع نادر. في امان. احنا الوياك واحد نفس الدم بشريانه، 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 احنا الوياك. تراه البيت واحد يا عراقيين، تراه البيت واحد يا عراقيين، ولو طق الخشم تهمل تراه العين. أمس هوس شعبنا بثورة العشرين، تاريخ متعجب الدنيا، تاريخ متعجب الدنيا، تاريخ متعجب الدنيا، تاريخ متعجب الدنيا، تاريخ متعجب الدنيا.